سي مصطفى بوصبيح. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الرئيس الفاضل، السيد الوزير المحترم، السادة والوفد المرافق له، السادة والسيدات النواب الأكارم، السلام عليكم. بداية سيد الرئيس الفاضل، ونحن نحتفل بنكهة تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي تعكس الهوية الجزائر وتبرز أصالتها ولسانها وروحها، نشيد ونعتز وندعم موقف جبهة التحرير الوطني بجملة الإصلاحات السياسية والاجتماعية الجريئة والتاريخية التي تضمنها خطاب فخامة رئيس الجمهورية، والتي تفضي إلى نقلة نوعية في مسيرة بناء الجزائر بما يضمن تعميق ممارسة الديمقراطية ووضع الإصلاح السياسي على السكة الحقيقية، ويعمق مفهوم توطيد أركان دولة الحق والقانون والحكمة الرشيدة. ونحن هنا سيد الرئيس مناضلون من أجل تحقيق تعميق الإصلاحات السياسية وإنجاحها بما يستجيب لتطلعات المواطن الكريم واهتماماته. وبالعودة سيد الرئيس إلى مناقشة قانون متضمن توجيه النقل البري وتنظيمه الذي يأتي في وقته المناسب بعد تحسن محتبر في ميدان النقل يجدر بنا تعزيزه والإشادة به وشروعه في مساعي معمقة أتاحت استغلال إمكانياته وحررت نشاطه من كوابح التأخر، ومما يحول من غايته كونه هو الركيزة الأساسية لتطوير النشاط الاقتصادي لما نمتلكه من شبكة طرق ووسائل حديثة أدت إلى اقتصاد متقدم جدا، خاصة إذا كان هذا التطور جنبا إلى جنب مع تطور الإنسان وزيادة متطلباته وتشعب احتياجاته، مما يتطلب معالي الوزير تحسن الفعال لعروض النقل الحضري وشروط السير في التجمعات السكنية للبلاد، ووضع مبادئ عامة للسلامة سواء في تصميمها أو إنجاحها أو استغلالها، وتحديد شروط وكيفية استغلال بصفة ضامنة لسلامة الممتلكات والأشخاص، وهو ما لمسناه وما جاء به المخطط الخماسي للتنمية الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة أطال الله عمره ورعاه بتأهيل وتحديث وتوسيع شبكة النقل بما فيها السكك الحديدية التي انتقلت إلى مراحل متقدمة من إنارة وفي نفس الوقت أفق وإنجاز نظام نقل مندمج في العاصمة يضمن المترو وشبكة ترامواي مرفوقة بشبكة السكة الحديدية لضواحي تتم إنارتها كلية، وبمجموعة وسائل النقل عبر كابل وتوسيع الخيار الترامواي على مدى المتوسط إلى 14 مدينة كبرى، وإلى تشجيع النقل في السطح وتشجيع الأنظمة عبر الكاب بالنسبة للمدن ذات تضاريس واعرة، مع توسيع شبكة الطرقات السريعة حسب المعايير الدولية، وتطوير أنماط مشتركة في وسائل النقل الحضرية، وتفعيل برامج تحديد الأساطيل الجوية والبحرية التي خطأ بمجهودات محتبرة لاقتناء وسائل نقل مطابقة للمعايير السارية مع مطابقة الجهاز التشريعي والتنظيمي في اتجاه ترقية الإجراءات الرامية إلى التقليص من انبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتعميم النقل الجماعي الذي يحترم البيئة. كل هذه الإنجازات وغيرها تسمح بانتعاش اقتصادي قوي بما تقدمه الدولة من إسهامات كبيرة بالنظر إلى إمكانيتها، وهو ما يسمح سيد الرئيس أن نلاحظ بارتياح أن الجزائر قد نجحت أخيرا في كنف الهدوء واحترام، وبفضل الجهود القائمين على قطاع النقل على التغلب على الصعاب وتحقيق برامج طموح وتحسين ظروف المواطن بفضل تحسن خدمات النقل المختلفة الناتج عن سباق مع الزمن الذي دخلت به بلادنا لمواجهة التحديات، وخاصة ونحن على أيام معدودة لركوب الترامواي بالجزائر العاصمة، ويصبح هذا الحلم حقيقة، ويوم 8 ماي مقبل سيكون حدثا هاما في حياة السكان وقاصدي الجزائر العاصمة. سيد الرئيس، إن الجزائر وهي مطمئنة متفتحة مستقرة التي يعمها النمو والنماء متوفرة على أفق تسمح بانتعاش اقتصادي قوي في مجال النقل والمنشآت والبحث عن كافة السبل القانونية التي تسمح بخوض غمار عملية التفتح على رأس المال الخاص بنجاح وضمان احترام إطار الذي يحدده الدستور ليكون عاملا حافزا للمنافسة وليس فرصة لإحداث احتكار، مع مطالبة بفتح آفاق واسعة تسمح في التفكير في تصورات جديدة للنقل لكل فروعه ومختلف قطاعاته، والتفاعل بين الرقي الاقتصادي وتسييد لسياسة التهيئة العمرانية
العمرانية وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسماح لتلبية حاجيات المواطن الكريم في النقل من خلال توفير وسائل وتحسين نوعية الخدمات المختلفة لوسائل النقل والتي تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. أخيرا سيد الوزير، نتمنى